الفرق ما بين الشخص السلبي والإيجابي إن احنا ما نعرفش السلبي ده إيه. الشخصية الإيجابية اللي هو مش حكيم، بس الشخصية اللي هي بتعرف تقيم المواضيع وتاخد الجانب المضيء فيها وتعرف تستثمره إزاي. إن الضي البسيط اللي موجود ده أنا أستثمر المساحة الموجودة دي وأخليها أحسن وأفضل. بنلاقي ناس كتير إمكانياتهم المادية بسيطة جدا بس مبسوطين جدا وسعداء جدا. ليه؟ لأنهم عندهم إيجابية بما فيه الكفاية. وفي ناس تكون عندها مش عايزة أقول أصول بس يعني إمكانياتهم المادية كويسة جدا بس ما عندهمش أي إحساس بالإيجابية، بيبصوا للنواقص اللي موجودة اللي هم معتقدين إن هي موجودة في حياتهم. ولذلك الرضا ده شيء مهم برضو مرتبط بالإيجابية. أنت لو راضي عن اللايف ستايل بتاعك هتشعر بالإيجابية. كل ما يكون عندك حاجة في حياتك حلوة أنت تحليها زيادة. واحد عنده مانجا والتاني عنده ليمونة واحد ياخد الليمون يحط له تلج ونعناع ومش عارفة إيه ويعملها كاسة تحفة، والتاني إيه ده؟ دي المانجا دي بس كده، بس هي دي لوحدها كده. أنا بوريك النظرة التشاؤمية إزاي. يعني لازم أنكد على نفسي، منساش كل يوم الصبح انكد على نفسي وابص على النقطه السوداء اللي في حياتي واقول يا نقطه يا سوداء ازيك عامله ايه. طب ما في حضرتك صفحه بيضه كبيره ايه طويله عريضه، ليه نبص على الحته السوداء بس؟ طب ما في جوانب ايجابيه كتير في حياتك. روح للجوانب الايجابيه دي وانطلق منها وعيش فارس. يعني طول ما انت مركز في الحاجه السلبيه هتروح لها يا حبيبي، هتروح لها والله. زي كده المغناطيس هتروح لها وتقولك تعالى وانت تقول حاضر ندها ندهته.